يمشي يحظي هذوك اللي ضراب اللي راه واقع، والروينه اللي راه واقع عندنا، والمشاكل والروينه اللي واقع عندنا. مشى هذا صحفي سياسي دروك جاي يرد قال لك على المغاربه اللي زعما راهم يا ودي هذا السلوك لا ما احنا ماشي ديالنا هذا السلوك. تخرج تضرب في هذا الانسان اللي دار هذا السلوك اللي اصلا سلوك لا يمت. ما كاين حتى شي حاجه بسهيله اصاحبي. هذا سلوك خاصو ديال التربيه، خاصهم يعاودوا للتربيه باش تفتح لي ضربات اللي وقعوا والروينه اللي وقعوا والكاميرات متوقفين والمطاجيات متوقفين. جاي تحضر لي هاد الحوايج، روح قابل لي ضربات نعرف كنجي نهضر عليهم في الاعلام. علاش راك حالي غير المغرب ما تقدرش تهضر في الاعلام على هاد الحوايج؟ عموره دار حاجه كبيره كراف يستاهل عليها العقوبه من الاخر، لانه هيك حاجه ماشي ديالنا من الاخر. الا كنت انت اعلامي صحيح هذه من جهه، يلا حيد عليا انت وروح لي شويه اللي ضرب وحدي واش راه واقع، واش راه عندنا واقع في البلاد. هذه من جهه، حيد من جهه. هذا المشجع انا على بالي بلا راهم قبضوا شي 10 خرجوهم من الملعب ديال مولاي الحسن، ان شاء الله يكون معاهم بس الترحيل، لانهم قبضوا زوج كانوا شاعلين الشماريخ وقبضوا 8. هذا خبر صحيح رسمي، انا نعطيكم انا رسمي. قبضوا 10 كانوا خارجين داروا مشاكل في هذاك في الملعب. هذا راه ما يطلقوهمش، ما يطلقوا حتى واحد، راه في الملعب حاضرين كلشي. راه الاف بي اي كانت تما في الملعب، كانت تراقب المقابله ديال الجزائر وتراقب الامن كيفاش متعامل مع ديك المقابله ديال الجزائر الكونغو. تقول انت راه ما يطلقوا فيها حتى واحد. هذا راه واحد مشى، هذا غير يديروه بالله رحل رحلوه تيسوي. هذه من جهه. بونجاح راه غيتفوت واحد 3 ايام ولا 4. نقول لك حاجه، المغاربه راهم الامنيه ديالهم وانا منهم. اربح نيجيريا راه يقول لك روح لمولاي عبد الله، اربح نيجيريا وروح لمولاي عبد الله تشوف العذاب. هذا 4-0 كان غيدوبلا. يعني باش تعرف ابو نجاح طيحتنا فخ وطيحت راسك، وانا عارف غادي تميكوا وتنهزموا مع نيجيريا باش ما تقدروش، لانه غادي ما تقدرش تواجه المغرب. ما عندكش المغرب 70,000 متفرج غتكون في الميدان، تيكيات ما عندكش. اول حاجه ما كانش تيكيات، هاد 70,000 هذه غتشوفها في الميدان ديريكت ياك. الا عطاوك 1000 ولا 2000 بحال طلع الفوق، لانه هذيك اللي لعبت مولاي الحسن وجبرت الجمهور داير بيك ومنه وانت فرحان، هذيك في المغرب الله ما تصيبها، لانه الملعب كامل غادي يكون متكومبلي بالجماهير المغربيه. ها وحده الانهزام تاكلها وديها شي بونجاح. لعبه شافوها فهمت. حكيمي هو شاف هذاك اللي تضامن مع هذاك المشجع، لانه انتم سبب هذه المشاكل. انت وعموره درتوا فضائح، درتوا كارثه. انت وعموره العالم كامل هضر عليه. خديجه بن قلنا جايه مشات هضرت في هذا السيد هذا، هو التويتر ديالها تبهدلتوا. خديجه بن علاش قلت لك انا الاعلام والعقل ديال اللي عايشين فيه حنايا. الطريق تاع خديجه بن قلنا خدامه في الجزيره، ما تعرفش هذا الانسان، ما تعرفش هذا الانسان شكون هو واش يدير. انا نتمنى من المغرب، نتمنى من فوزي القجع يجيبوه ان شاء الله لهذا الماتش ديال الكاميرون ويكرموه ويوقف تمايا ويدير التحيه ديالو في الملعب ديال مولاي عبد الله. نتمنيه، وهذه اللي غادي تكون ان شاء الله باذن الله، لانه المغرب يعرف كي يمشي اموره. بصح نتوما عايشين في هذاك صاحبكم راه ما كاينش قانون في المغرب وما كاينش. المغرب راه ما يطلقاكش، راه عاتك تمشى بصح يقبضك منا ولا منا ترقد في المطار ما يعقلش عليك. وهذه اللي راه صرات. قلت لكم راه 10 ولا 11 واحد خرجوها من مولاي حسن، وهذه رسميه.